تحسنت العلاقات العربية الصينية، وكانت المملكة العربية السعودية قد أظهرت تفاعلا إيجابيا مع الصين، حيث أن الإيغور الذين سمح لهم بالعيش في المملكة العربية السعودية يتم معاملتهم بطريقة غير عادلة، ويتم التضييق عليهم بدون مبررات. وقد قامت الحكومة السعودية بتقديم أعذار لإعادة الإيغور إلى وطنهم. عقدت قمة بريكس في 25 من يوليو، وتستمر لمدة 3 أيام في جوهانسبيرغ جنوب إفريقيا، بحيث حضر الرئيس أردوغان القمة بدعوة رسمية من مجموعة دول بريكس، وعقد محادثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. بالإضافة إلى ذلك، سيفتتح الرئيس أردوغان سفارة تركيا الجديدة في جنوب أفريقيا. خصصت حكومة الرياض أرضاً لإسرائيل في منطقة تبوك مساحتها 16,000 كيلومتر مربع، وتعود ملكية الأرض إلى ولي العهد محمد بن سلمان، بحيث يعتقد أنه سيتم استخدام هذه الأرض لتخزين الأسلحة الكيميائية الإسرائيلية. ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في كابول ب26 من يوليو وقوع تفجيرات انتحارية في العاصمة الأفغانية كابول، وقالت إن الانتحاريين فجروا قنابل قرب قافلة للمخابرات الأفغانية، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. في ضواحي أثينا باليونان، هطلت أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وغمرت العديد من السيارات، ووفقا للتقارير الإعلامية لم تقع إصابات بسبب هذه الفيضانات. وتوجه عمال الإنقاذ إلى موقع الفيضانات لإطلاق أعمال الإغاثة. ويذكر أن اليونان عانت قبل أيام من حرائق كبيرة، وأعلن مسؤول أن الأدلة تظهر أن الحريق تسبب به رجل بشكل متعمد.